صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. كل سنه وانتم طيبين. لو عايزين تعملوا احلى تحليه سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت، والناس المكسله اللي مش قادره توقف وكفايه عليها الفطار، يلا بينا نشوف احلى واطعم جلاش ممكن تعمليه واسهل كمان طريقته ازاي. بصوا بقى شكله خطير وطعمه كان في منتهى العظمه. بصوا بقى، يلا بينا نشوف عملنا الجلاش ده ازاي باسهل طريقه. جبنا لفة الجلاش وكمان ما كانتش صبحة، كانت بايتة، وابتديت ان انا هخرطها. هقول لكم هتخرطوها ازاي. جبت قوالب الكب كيك، ابتديت ان انا ادهنها سمنة من جوه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، سمنة سايحة. وكنت حطيت السكر على النار، معاها كوباية مية قصاد كوباية سكر. طبعا لو عايزين السكر قليل هتعملوا كده، لو مش عايزينه قليل وعايزينه مسكر اكتر من كده بتبقى كوبايتين سكر وكوبايه ميه. لكن انا عامه ما بحبش الحاجه المسكره قوي، يبقى كوبايتين سكر وكوبايه ميه وعصره ليمون. سيبناه 10 دقايق على النار وخلاص هيبقى السيرب بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده، جبنا قوالب الكب كيك وابتديت ان انا ادهنها سمنه كويس جدا وكانت سايحه، وابتديت ان انا اخرط الجلاش زي ما انتم شايفين. بصوا بقى، كمان هنا اللفه ما كانتش صابحه عشان كده بتتفتفت معايا، لكن ولا يهمنا برضو هنعملها. هنا بقى السكينه ما كانتش حاميه قوي. بصوا بقى، هبتدي ان انا اخرطها كلها واملى بيها قوالب الكب كيك، وكنت مولعه الفرن بتاعي. وبعد كده من فوق حطيت السمنه كويس زي ما انتم شايفين كده. والسمنه الزياده ممكن ننزلها بعد من القوالب بعد ما تستوي. هنا استوت، وابتديت ان انا احط السيرب بتاعي زي ما انتم شايفين طالعه خطيره. بصوا بقى شكلها في منتهى الجمال. عايزين تزوقوها من فوق، ممكن بجوز الهند بالمكسرات، مفيش مشاكل اللي يعجبكم. انا حطيت حاجه بسيطه من المانجا كانت خطيره. بصوا بقى المنظر. ان شاء الله الوصفه بتاعتي تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس. بصوا بقى، حاجه كده عظم وسهله.